تعال اقول لك على موضوع بنتايج مع النادي الاهلي وايه اخر التفاصيل. اولا النادي الاهلي بيفكر في باك شمال، فاول كلام اتكلم عليه كان اللاعب فؤاد الزهواني، اللاعب الباك الشمال المغربي اللي كان بيلعب مع منتخب المغرب اللي فازوا بكاس العالم. ده فؤاد الزهواني الاهلي اتكلم معاه واتكلم عليه، وبنسبة كبيرة فؤاد الزهواني في النادي الاهلي هيبقى يتسجل تحت في الصغيرين، مش هيتسجل في الخمسة الكبار. طب نيجي لتاني لاعب الاهلي فكر فيه وهو الباك الشمالي المغربي ايضا، يوسف بالعمري. طب يوسف بالعمري ايه تفاصيل الصفقه ولا ايه الكلام؟ يوسف بالعمري متقدم له نوادي كتيره مقدمه له عروض لنادي الرجاء، ولكن يوسف بالعمري عايز النادي الاهلي مع ان الرواتب بتاعت النوادي اللي في الخليج ما يعني رواتب خياليه. طب تيجي تبص هو عايز النادي الاهلي، نادي الرجاء رافض، فهو عايز يدافع فقال ايه؟ ممكن انه يتمرد على النادي ويفضل لحد اخر السنه ويجي النادي الاهلي فري. طب نيجي ايه حوار بنتايج، هل جاي الاهلي ولا لا؟ بنتايج كان فسخ عقده اول امبارح كان فسخ عقده مع نادي الزمالك. طب فسخ عقده جاي الاهلي ولا لا برضه؟ بنتايج في جاي الاهلي في حاله ايه؟ في حاله ان صفقه بالعمري اتعقدت خالص وصفقه فؤاد الزواني اتعقدت خالص، فبرضه بنتايج هيبقى الحل الاخير، يعني مش ده الحل الاول للنادي الاهلي في صفقه الباك الشمال. يبقى كده قلت لك تفاصيل موضوع بنتايج كله وبس كده، سلام.